نتعلم درسا آخر من دروس عاشوراء لتكون لنا قدم صدق مع الحسين ننتفع بها في الآخرة إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، الإمام الحسين قال لذلك الرجل الذي ذكر الصلاة في واقعة الطف، ماذا قال له؟ قال له: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين والذاكرين. الإمام الحسين في واقعة الطف بين الرماح والسيوف والقتلى والدماء، ووقف ليناجي ربه، وقف ليصلي. أيها العزيز، أنت في محلك ولا تصلي، أنت في العمل ولا تصلي، أنت في البيت نايم وما تصلي، تتحجج بحجج واهية. والحسين أراد أن يعلمنا ذلك الدرس العظيم. أهل البيت ما عندهم شغل في الدنيا غير الصلاة والدعوة إلى الله، فالحسين وقف في واقعة الطف بين الرماح والسيوف ليقيم الصلاة. فيا أيها العزيز، أنت الكلام معك الذي تخدم في الموكب، ألا تعلم أن الحسين صلى في يوم الطف؟ فكيف لا تصلي وأنت تخدم في الموكب وتطبخ وتزور وتقوم بهذه الأمور التي تدعي بأنها ستقربك من الحسين؟ عليك أيها الحبيب أيها العزيز أن تقتدي به وأن تقيم الصلاة. فالإمام في هذا الموقف يعلمنا هذا الدرس العظيم لكم أيها الأحبة، لنا للجميع، أننا في أي ظرف كان عندنا، حالة وفاة، ظرف طارئ، ظرف حرج، مهما كان الظرف، علينا أن نقيم الصلاة ونؤدي الصلاة ونسأل الله القبول.